والتضامن، بالوحدة والتضامن، اللي بغيناه يكون يكون، اللي بغيناه يكون يكون، وبالوحدة والتضامن، بالوحدة والتضامن. نسير فك قيد قطاع الأسير. اتفقنا مع وزارة العدل حقيقة، لكن وزارة العدل اليوم كنجسدوا اضراب لمده يومين، اليوم الاربعاء واليوم الخميس، وكتخضع لنا وقفه امام محاكم بجل محاكم بالمملكه كامله. هذا الاضراب كيجي في السياق البلوكاج اللي كتوضعوا وزاره الماليه على الاتفاق اللي وقعته نقابات العدل، على راسها النقابه الديمقراطيه للعدل مع وزاره العدل، الاتفاق اللي كان في شهر ماي 2023. ومن ذلك الحين فالاتفاق كيراوح المكان ديالو. الجهات الحكوميه كتنصل من الوعود ديالها، كتنصل من تنزيل اتفاقات فيما فيه تسفيه الحوار الاجتماعي اللي كتباشر النقابات مع مختلف الوزارات الحكوميه. هذا البرنامج النضالي هو برنامج نضالي تصعيدي غادي تليه ان شاء الله في ايام 7 8 9 ماي من الشهر المقبل ان شاء الله. ايام اضراب اخرى، ومن وراها ممكن اننا نشوفوا اشكال نضاليه اخرى اللي ممكن يسطرها المكتب الوطني للنقابه الديمقراطيه للعدل. نحن اليوم نخوض اضراب انذاري اخر الذي دعا اليه المكتب الوطني للنقابه الديمقراطيه للعدل، وننظم الآن وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بسطات نتيجة عدم تجاوب وزارة المالية عن ملفنا المطلبي، ألا وهو إخراج النظام الأساسي يليق بأطر وموظفي هيئة كتابة الضبط. نحن اليوم نقول للسيد وزير المالية ونناشده من أجل إخراج النظام الأساسي الذي يتعلق بهيئة كتابة الضبط في أقرب وقت ممكن، لأننا اليوم عازمون وصامدون ومستمرون في الإضراب حتى نيل مطالبنا المشروعة، لأن هيئة كتابة الضبط تعتبر العمود الفقري للمحاكم، وبإضرابنا هذا فإن هذا المرفق العمومي يشل. إن هيئة كتابة الضبط بواسطة موظفيها تضخ مبالغ جد مهمة لخزينة الدولة. إن هيئة كتابة الضبط أصبحت اليوم بموجب التنظيم القضائي الجديد تزاول مهام ذات طبيعة مزدوجة، مهام قضائية ومهام إدارية ومالية. أليس من الأجدر والأولى أن تزخر بنظام أساسي يليق بها؟ وبالتالي اليوم هذا الإضراب ما هو إلا وسيلة للتعبير عن غضبنا واستيائنا جراء هذا الموقف السلبي الذي اتخذته وزارة المالية، وكذلك لممارسة حقنا الدستوري للدفاع عن مطالبنا المشروعة والعادلة التي لن نتنازل عنها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.